ومرحبا يا صبايا، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. انا جولي ورجعت لكم بفيديو جديد. طمنوني عنكم يا اصدقائي، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. والله اني اشتقت لكم كتير كتير كتير. وهيك يا صبايا وصلوا ضيوفي بوقت متأخر من الليل، لهيك ما قدرت اصور كتير انه كيف اجوا لعنا يعني، فلهيك انه بلشت الفيديو بتاني يوم. وهون يا صبايا اول يوم يعني الصبح حضرت فطور، بما انه ضيوفي اجوا بوقت متأخر. طبعا انا حضرت العشاء يعني، بس ما صورت، فقلت بصور تاني يوم من اول النهار. هيك يا صبايا حطيت سفرة يعني بسيطة، كنت انا بس انا وسلفتي يعني. وكانوا هوني جوزي وابن حماي يعني طلعوا، والأولاد راحوا على المدارس. فأنا هون يا صبايا حضرت فطور إلي ولسلفتي. وطبعا بعد الفطور شو بده يا صبايا؟ بده فنجان قهوة كرمال الواحد يروق فيه. وهيك يا صبايا بعد ما افطرنا، وبعد تقريبا يعني على جية الاولاد من المدارس، طبعا يا صبايا انا هون حضرت اطيب غدا. طبعا سويت يا صبايا كبسة اللحم. اول شي سلقت اللحمة، ومثل ما شايفين يا صبايا عملت تحته رز الكبسة، وكمان عملت جنبه سلطة. وطبعا هيك يا صبايا يعني كانت سفرة كتير مرتبة، والحمد لله يعني قمنا بالواجب، والحمد لله رب العالمين. كانت طعمة الأكل كتير طيب، وفعلا يا صبايا ضيوفي يعني كتير انبسطوا بالأكل، وكتير انبسطوا بطعمة الكبسة، وقالوا لي، وفعلا يعني قالوا لي إنه كتير كتير طيبة. وصراحة يا صبايا أنا كتير فرحانة بجيتهم، يعني عن جد غيرونا جو. بما أنه نحن يعني ساكنين بأوروبا، فيعني نادرا حتى يجي لعندك حدا، أو يكون مثلا عندك قرايبين هون، فأهلا وسهلا فيهم ونوروني والله. وهيك يا صبايا حبيت أعمل يعني هيك حلو سهل وبسيط بالليل بالسهرة، يعني بعد ما إنه هيك قعدنا وتسلينا شوي، فقلت ليش ما بعمل نمورة اسفنجية بجوز الهند طبعا. فهون يا صبايا على السريع يعني عملت النمورة، وبعدين شغلت الفرن بين ما انا خلطت النمورة، فكرمال انه يكون الفرن كتير ساخن، يعني كرمال انه بس من تحت طبعا، انه كرمال انه تطلع النمورة جاهزة، يعني انه تنجح معاي يعني. وهيك يا صبايا مثل ما شايفين ما شاء الله نفشت نفشة، وكانت كتير ناجحة وكتير كتير طيبة. وهيك يا صبايا حضرت مثل ما بيقولوا يعني جود من الموجود. والحمد لله يعني كان عندي فواكه، وحطيت شوي جنب النمورة اسفنجية. مثل ما بيقولوا سهرة خفيفة ونظيفة، ويعني الحمد لله قمنا بالواجب، وضيوفي كانوا كتير مبسوطين وكتير متسلاين. وتاني يوم يا صبايا كانوا ضيوفي بدهم يروحوا، يعني هن كانوا جايين لعنا فترة قصيرة، يعني انه شغلة يومين. وتاني يوم يعني انحلت امورهم الحمد لله، و يعني انه راحوا ما تموا. فهيك انا قلت بعمل الصبح فنجان قهوة الي ولسلفتي، وطبعا حطيت جنبه النمورة اسفنجية مثل ما شايفين، وكان هيك مثل انه توديعة مع يعني انه فنجان القهوة الصباحي.
ومثل ما قلت لكم يا صبايا يعني كانت زيارتهم قصيرة، فهون كانوا عم ينطروا السيارة التاكسي يعني لحتى تيجي تاخدهم. فسبحان الله يعني تمنيتهم والله صراحة انهم يقعدوا اكتر فترة اطول يعني. فيعني الحمد لله ظروف يعني انه اضطروا انهم يمشوا. ومثل ما شايفين يا صبايا صورت السيارة اللي هن راحوا فيها من غير شر يعني. سبحان الله الواحد وقت بيجي لعنده حدا يعني من قرايبينه، انه سبحان الله هيك قلبك بصير هيك بيغص قلبك وقت اللي بيغادر من عندك. بس يلا الحمد لله يعني ان شاء الله بالايام الجاية رح نشوفهم ان شاء الله ونجتمع فيهم. وهون يا صبايا من غير شر يعني راحوا اتكلوا على الله وراحوا على بيتهم يعني. وإن شاء الله الأيام الجاية رح نجتمع فيهم إن شاء الله ونروح لعندهم ويجوا لعنا إن شاء الله تعالى. ولهون يا صبايا وصلت معاكم لنهاية الفيديو. إذا حبيتوا لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد، وتصبحوا على ألف خير.